مستمعي هيفي اف ام الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم. نقدم لكم نشرة موجزة لاهم الاخبار، نبداها بابرز العناوين. دمرتاش ينجو من محاولة اغتيال في ديار بكر. انفجار دراجة نارية في تل أبيض يخلف قتلى وجرحى. مسعود البرزاني مستعدون لمحاربة داعش في الرقة السورية. مرحبا بكم أعزائي المستمعين وإليكم التفاصيل. نجا زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا صلاح الدين دمرتاش من الاغتيال إثر تعرض سيارته الأحد لإطلاق رصاص في مدينة ديار بكر. وقال مصدر في الحزب أن مجهولين أطلقوا النار على سيارة دمرتاش المصفحة أثناء عودته من مطار ديار بكر إلى منزله، إلا أن الرصاص لم يخترق الزجاج الواقي. ويعد دمرتاش من أبرز المعارضين لسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، وكان قد نجح في الانتخابات البرلمانية يونيو بأكثر من 13% من الأصوات في تركيا، لكنه في الانتخابات الثانية التي جرت بعد فشل المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي تخطى بصعوبة حاجز 10% من الأصوات ليحصل على 59 مقعدا، أي ما يقل عن 21 مقعدا عما حققه في يونيو. انفجرت دراجة نارية مفخخة ظهيرة الأحد غرب مدينة جريسبيت الأبيض، وأسفر الانفجار عن فقدان 5 أشخاص لحياتهم وجرح 15 آخرين بينهم أطفال ونساء وفق معلومات أولية. هذا وقد تم نقل المصابين إلى تركيا عبر معبر جريسبي. يذكر أن خلايا تنظيم الدولة الإسلامية داعش تنشط في تل أبيض جريسبي، حيث قامت القوات الأمنية باتخاذ إجراءات أمنية كبيرة في المدينة وريفها، ورغم ذلك تحدث خروقات بين فترة وأخرى. كشفت مصادر رسمية تركية الأحد أن منطقة آمنة في سوريا ستفرض خلال أسبوع في المنطقة الواقعة من نهر الفرات شرقا إلى حدود عفرين غربا بدعم جوي تركي. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصادر التركية قولها أن القوات التي ستملأ الفراغ الناجم عن انسحاب داعش هي قوات الجيش الحر، وتحديدا الفصائل التركمانية وحركة أحرار الشام والجبهة الشامية، مشددا أنه لا دور لأي حزب كردي سوري في هذه المنطقة. وقالت المصادر التركية أن أنقرة اتخذت هذا القرار قبل عقد قمة مجموعة ال20 التي استضافتها تركيا الأسبوع الماضي، إلا أن الأمريكيين طلبوا حينها التريث إلى ما بعد القمة، لكن أحداث باريس جعلت الأمور تتخذ منحا جديدا. أبدى مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق يوم الأحد استعداد قوات البيشمركة للتدخل في الرقة السورية، وجاء ذلك على لسان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان. وأضاف الوزير الفرنسي وأنه وبسبب غارات التحالف وبسبب وجود هجمات على الأرض من الكرد أصبحت سنجار محررة ويمكن لليزيديين أن يعودوا إليها، وأن هناك حاجة لدعم الضربات الجوية وحاجة لقوات على الأرض لاسترجاع الأراضي، لهذا يجب أن يكون هناك قوات على الأرض ويمكن أن يكونوا أكرادا ومن الجيش السوري الحر. وأكمل لودريان قائلا: علينا أن نجهز أنفسنا لاسترداد الرقة، فهي الهدف التالي. ذكرت تقارير صحفية الاثنين أن المتهم الرئيسي في هجمات باريس صلاح عبد السلام تمكن من مراوغة قوات الأمن في العاصمة البلجيكية بروكسل والهرب إلى ألمانيا المجاورة. ونقلت سكاي نيوز البريطانية عن تقارير غير مؤكدة نشرتها وسائل إعلام بلجيكية أن صلاح عبد السلام توجه بسيارة نحو الحدود الألمانية هربا من الشرطة وقوات الأمن. وفشلت حملة الدهم الواسعة التي شنتها قوات الأمن البلجيكية في العاصمة بروكسل وضواحيها الأحد في اعتقال عبد السلام المتواري عن الأنظار منذ 9 أيام. أعزائي المستمعين، نهاية الموجز، أشكركم على حسن الاستماع.